هو احنا ليه دايما بنربط مكافأة الأطفال بالحلويات؟ وليه دايما لما نقول لأطفالنا هديكم حاجة حلوة معناها سويت؟ برغم ان احنا بنبقى عارفين وواثقين كويس قوي ان الحاجة اللي احنا بنديها لهم دي بتضرهم اكتر ما بتفيدهم. تعالي اقول لك بقى انا عملت ايه عشان اغير الفكرة دي عندي في البيت، وكمان ساعدتني جدا في الباتي تريننج. رحبوا معايا بالميستري بوكس. شكرا شكرا شكرا. والميستري بوكس هو صندوق المكافآت عندنا في البيت، والبديل لكل الحلويات اللي ممكن تدوها كمكافأة لأولادكم لو عملوا حاجة كويسة. وعملته من صناديق بتاعة أمازون أو نون، أي صندوق مش صغير عندك هتعملي عليه دايرة كده تفتحي الفتحة اللي هتحطي فيها الحاجات، وأنا فتحتها بالقطر بالشكل ده عشان يبقى مغري أكتر للأطفال. جبت ورق هدايا وبدأت أغلفه، هما بيحبوا اللون الأحمر عشان كده عملت بيه. والفتحة اللي أنا عملتها في الكرتون كان لازم برضو أعملها في ورق الهدايا اللي أنا غلفت بيه الكرتونة. وده شكله النهائي. بجد فكرة أبسط من البساطة، هيحبوها قوي وهتشجعهم يسمعوا كلامك كمان، ويتشجعوا لو انت مثلا في الباسي تريننج أو حاجة إن هم يعملوا صح علشان ياخدوا المكافأة. ما تحتاريش في الحاجات اللي تحطيها لأن الأفكار كتيرة وبسيطة ومش مكلفة. بلالين، زمامير، أي حاجة. الموضوع في السن الصغير فلكسبل قوي. أخدتي زمارة؟ واو. لا جوجو طلعي. ايه ده، أخدتي توكة؟ واو حلوة قوي.